تاريخ اللني كم سرسي زوارسكو كابو بوتاتي كابو ديبلين ناين لماتي شرع محيبين كابت مرتي نقراي بلين مسقورة بيتي السم كابتو عانم تابتي أغا سلام كما يحضركم كما يرفدكم فلما باسم مريحنة سنيتن باسم أبو منبر سنيت دكتور صلاح الدين نورن باسمين انقع نابزي مهناص لفنتي أب كلي متكرات الأولونتن أماونتن إرترا بزبل تيما استداروا سيمبوزيوم عسران سلستن بدحن متاعكم كبلكم كله زسمعنا حاوسن كبرن درت يولن بمقصال نعدمنا تقبلكم ما بزنا لومي سيمبوزيوم نختصاتفون زلكم تمكرو نهزبكم نختكافلون فقادنيات بمخانكم دقيمة كما زغناكم فتو كلهم كم تفلطوا من قصقاس سنيت كم تتعباقي نهاجراو سنيتن حدنتن متن نهلو كناهاتنان وانا وزعباتانتان بزقبا زردون كاربون كتنتنون كردون بو أبيلهم كا نتي كلنا أنبهون بب وجنا خنصا حلو صحنا متغاب إرتاوين هجراوين كونا مقبرو كقراتفون كحجوزن يخول اليوم إلنا زعملنا لهم مدر تن تزاتيتن عم نداي جامنا بمبركات مالتيو أزيو زنا أتصعري أكيدنا نزنا لهم مدب دايلنا لنا أدمي نتي سيمبوزيوم بوقع مخفاتنا بقر بزعبا هلوكنا هات هاجرنان حزبنا مسزنا يلوم السيمبوزيوم الزاميدة قال كبل أفقد لي أبز حلفوا 230 عامتات إرترا تاختها تلتي مجزأتها ورارات بمكات إرتراويان أبز قال سزي أنصار استفى لي مجزأتها وحالتات زرعي وتوفاينة تبعتن حابراوي هاجراو مننة مغراتن عدلنت كلهم زيجهات كحيلا هاجراو سمعيتها من عوال عبي قلت صوتي تدحيلون 3 عامات زقصله برتاو قالسي بعسان 4 قنبت شحن 991 حدن نتانا يمودأتها مجزاتاويت حيلي إثيوبيا بمسعر بناصنت زازيموي إرترا حقاول أولونتا بمرقات أب شحن 993 أبال محبر السبع عالم بعلو خوينا إزي خوينو خبك عقن حزبي إرترا كساب ليت لومي فتحنا صنتن ديمقراسن كاستمر أي تعدلن أب تصبح مززام نايتي أب زقربا أوان أب إثيوبيا زقات أما خوينات حد كوينا نخونات هاجرنان أب دياسبورا زركوبو تقاومتن أب نزيتلو زلنا أوان مبار عبارة وصعرنا نابز حدش محبر بوليتيكاوي كلنتنا نممصا كخون قدنيو سلازي إرتاويان دريت فتحي زادلي قطف لو تخقورو الزلنا مدرخ زتقلبو قداي كوين الله نحنا كم سنيت مالتيو إذا حدش أنفت أب حبراو رديتنا بزعباتي أب لعلي أماونتنان اللي أولاونتنان زنصرالو زلو حالقات استسر تخوالو إلنا نأمن إذا مالت زخوانة تبقسو نتماوشت هاجرن أب دياسبورا زركوب إرتاويان زي ما أكل خوينو بوليتيكا ودلونت تبع مريحنت مت إيمان زفتر مسرحن ناب هاجراو عرقي زي مرح ناي نكسو كفنا تبعت زحتت سجونتات زتقلب كونيو معلم عريق دما إرتاويان بوليتيكا والدبات سيفيك محبرات تطابقتي سبعو مسارات مهراتن مراحتي هيمانتاتن ميديان تمرامرتن كارؤت بولك زنقساقسو دليت فتحن حويسكا ناي كلنا حبراوي وفري صقاهاتنا زحتت كونيو سلازي زي عدل نخيملت أنا مسكيزي إنك آدم والأوان حجو محانون دا زخاخركو نلومي كند أدهوخم نابزنا لومي سيمبوزيوم أنت كخون نابزرزر نايتي نلومي تلالي زلو مدبات كم حالفكم نمكتال من أنت قطعمكم نتي تلالي زلو مدبات أحسرا بيدها قلت كمتي أبزي سكرين تري وزلهم 4 بانلات اللونا
مدب زتفالي وجنكا ننحلهم زمالو 4 عبيت زعبات ستنكف كوينو بحفشا مالتيو بزعبا لفنتي أب كل إتي مسرت لأولاونتنا زخونة ماونت حزب إرتان لأولاونت هاجرنان زتكوري يكون نفس وكف بانل أب تحتي 4 نقصان أرستي استخلافة عبي أرستي كهلو عن كله إتي كابتا بانل أقدم زقرب سب مالتيو فرق ساعات زوسد مدرخ قبرن كله እቶም ዝተረፉ ተዛተይቲ ድማ ነፍሲ ወከፎም ንዓሰርተ ደቂቕ ክዛረቡ እዮም ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝተረፈ ነታ ፓነል ዝተመደበ ግዜ ከዓ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክህልወና እዩ እታ ቀዳሚቲ ፓነል ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ እማውነት ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ምህናፅ ሃገረ ኤርትራ ዝተፃወቶ ግደን ኣተኪራ ክዝትያ ቀንዲ ኣድህቡኣ ግደ ናይዚ ናቱ ታሪኻዊ ሰረት ዘለዎ እማውነትና ኣብ ምህናፅ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ምኹስኳሱን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ምምፃእ ሃገረ ኤርትራ ዝተፃወቶ ግደን ኩሉ ኩነታት እማውነትና ኣብ ድሕሪ ናፅነትን ዘድሃበ ክኸውን እዩ እታ ካልኣይቲ ፓነል ድማ ነቲ እታ ቀዳሚቲ ጉጅለ ዘቕረበቶ ዓንዲ ሕቆ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝኾነ እማውነትና ምስቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምትፍናን ብምዝማድ ነዚ ንናሕርሕዱ ዝገራጮ ዝመስል ዘይንቡር ክውንነትና ብምዝማድ መብርሂ ከተቕርበልና እያ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ካብቲ እታ ካልኣይቲ ጉጅለ ዝገደፈቶ ብምቕፃል ንኣመዓባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነት ብመንፅር ዓለም ኣድሂባ ኣስተምህሮ ከተቕርብ እያ ብተወሳኺ ነዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ዝቕልቀል ዘሎ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሃገሮም ንኸይዝትዩ ዝዘርግ ዘሎ ናይ መንነት ፖለቲካ ኣልዒላ ከተብርህ እያ እታ ራብዓይትን ናይ መወዳእታን ጉጅለ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ቀዳሞት 3 ጉጅለታት ዘቕረብዎ መደባትን ኣብቲ ተዛተይትን ተሳተፍትን ናይዚ ሲምፖዚየም ዘቕረብዎ ናይ ሕቶን መልስን መደባት ተመርኪሳ ኣብ ክንዲ ነቲ መሰረት ልኡላውነትና ዝኾነ እማውነትና ምንፃግ ክንፅምብሎን ክንዕቅቦን ክንከላኸለሉን ከም ዝግባአና ብምስማር ኣብ ክልቲ ውፅኢት እማውነትና ዝኾነ ልኡላውነት ሃገርና ተጠርኒፍና ኣብ ሃገርና ኪነ ለውጢ ዘተኮረ ፓራዳይም ሽፍት ማለት ናይ ኣተሓሳስባን ኣገባብ ኣቃልሳን ለውጢ ብምግባር ልፍንቲ ዝምስረተሉን ክሳብ መወዳእታ ብሓንሳብ ንክንጓዓዝ ዘኽእል እማሜ ከተቕርብ ትፅቢት ይንበረላ ኣሎ እምበኣርከስ ኣብ መወዳእታ ንኩልኹም እቶም ግዜኹም ሰዊእኩም ኣብዚ ኪኖ ለውጢ ዝኸይድ ኣብ ሃገርና ዴሞክራስን ዘላቒ ሰላምን ንምምፃእ ዝዓለመ ዘተ ንምክያድ ዘዳለናዮ መደብ ንዕድሜና ተቐቢልኩም ግዜኹም ሰዊእኩም ኣብዚ ሲምፖዚየም ብኣካልን ብመንገዲ ዙምን ንምስታፍ ዝመፃእኩም ደጊመ የመስግነኩም ብርግፅ ነዚ ኣብ ልቢ ኩልና ዘሎን ኩልና እንብህጎን ለውጢ ንምምፃእ ካብዚ ንላዕሊ ዝሓትት ጉዳይ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ናይ ሎሚ ዛዕባና ኣብዞም ክሳብ ሕጂ ዝጠቐስክዎም ዛዕባታት ብምትኳር ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቶም ዝተጠቕሱ ዓውድታት ብዛዕባ ህሉ ኩነታትና እኹል ኣፍልጦ ዘለዎምን ንምፍትሑ ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ዘሉን ፍሉይ ተመክሮ ዘለዎም ክኢላታትን ገዳይም ተቓለስትን ዓንፀፅትን ቀለስቲ ፖሊስታትን ንጡፋት ተቓለስቲ ደረይቲ ፍትሕን ብምዕዳም ነዞም ሱር እንዳሰለዱ ዝኸዱ ዘለው ብድሆታት ኣብ ምፍታሕን ኣብ ምግጣሞምን ዘድሃበ ክኸውን እዩ ደጊመ እንዳኣመስገንኩ ማለት እዩ ስኒት ሲምፖዚየም 2023 ዕውትን ኣብ ታሪክ ቃልሲ ደረይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሓደ ካብ እምነ ኩርናዕ ኮይኑ ክዝከር ምእንቲ ዘድሊ ፃዕሪ ክንገብር እንዳዘኻኽርኩ ብቐጥታ ናብቲ መደብ የሰጋግረኩም የቐኒለይ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ نسواتنا فتاري نهاجرنا إرترا يبارخ thank you إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا
جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها. حركة الوفاق الإريترية. الوفاق الوطني أساس وحدة شعبنا. ندوة حركة الوفاق الإريترية ل 2023. الكلمة الرئيسية تحت عنوان بناء التحالف على أساس السيادة الوطنية ومفهوم الأمة الإريترية. نيابة عن حركة الوفاق الإريترية والمعروفة أيضا باسم السنيت، يسعدني أن أرحب بالجميع في ندوة هذا اليوم حول بناء التحالف على أساس السيادة الوطنية ومفهوم الأمة الإريترية. شكرا لكم جميعا لوجودكم معنا ومشاركتكم وتبادل خبراتكم حول هذا الموضوع المهم. حركة الوفاق الإريترية كمدافع عن الوفاق والوحدة الوطنية جمعت هذه المجموعة الرائعة والمتنوعة من المتحدثين الرئيسيين والمتداخلين الذين يتناولون مجموعة من القضايا الهامة والآنية للمساهمة في نجاح المساعي المستمرة لبناء التحالفات التي يبذل الوطنيون الإريتريون في المهجر جهودا لتحقيقها، وذلك لإحداث التغيير المنشود في إريتريا. وقبل أن نفتتح الندوة، اسمحوا لنا أن نقدم لكم بعض الأمور المهمة في سياق هذه الندوة. فعلى مدى 130 عاما الماضية عانت إريتريا من غزوات استعمارية متعاقبة، وبالتالي فإن التضحيات التي قدمها الإريتريون نتيجة خضوعهم للاستعمار فضلا عن تمسكهم بالنضال ضد القوات الاستعمارية المختلفة ساهم في تشكيل الهوية الوطنية الإريترية وتعزيز وحدة مواطني البلاد كافة، إضافة إلى تنمية المشاعر الوطنية المتميزة لديهم. وبلغ الكفاح المسلح الذي دام لمدة 30 عاما ذروته بالحصول على الاستقلال وخروج آخر قوة استعمارية احتلت بلادنا، وهي إثيوبيا، في 24 من مايو 1991. وأكدت إريتريا بعدها على سيادتها الوطنية قانونيا، وأصبحت عضوا في المجتمع الدولي في عام 1993. ومع ذلك فإن الشعب الإريتري لم يتمتع بعد بالعدالة والحرية والديمقراطية. وفي الوقت الحالي عندما نتأمل في حال أمتنا والمعارضة في المهجر، خاصة بعد الحرب الأهلية الأخيرة في إثيوبيا، فإننا ندرك أن هناك حاجة ملحة لتوحيد الجهود للانتقال إلى واسع سياسي واجتماعي جديد. لذا من الحكمة أن يقوم طالبي العدالة من الإريتريين بالتغييرات السريعة المطلوبة. نحن في حركة الوفاق الإريترية نعتقد أن الاتجاه الجديد الذي يجب أن نسترشد به في فهمنا المشترك للتحديات التي تواجه الأمة الإريترية وتهدد سيادة إريتريا وشعبها يأتي من خلال اتباع نهج شامل بامتلاك إرادة سياسية قوية ووجود قيادة شجاعة، والبدء في عملية بناء الثقة بين الإريتريين في الداخل والمهجر. كما أنه من المهم بالقدر نفسه الاستثمار القوي على الموارد المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في التغيير، من بينها التنظيمات السياسية الإريترية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين والمواقع الإعلامية والنخب الفكرية والنشطاء. إن الفشل في إجراء مثل هذه التغييرات الجذرية وفي أقرب فرصة ممكنة سيكون في الواقع فرصة أخرى ضائعة على طالبي العدالة الإريتريين. لذا نرى أنه قد حان الآن وقت العمل. بعد كل ذلك اسمحوا لنا أن نوجه انتباهكم إلى الندوة
من خلال تقديم جولة مختصرة حول الموضوعات المهمة المعروضة فيها بإبراز ترابط موضوعاتها ببعضها البعض لمساعدتكم على متابعة البرنامج بأكمله بيسر وسهولة. سيبحث المتحدثون والمتداخلون في هذه الندوة مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من التحدث في جذور الأمة الإريترية، والتي نعتقد نحن في الوفاق بأنها كانت بذرة السيادة الإريترية، ثم الانتقال إلى كيفية بناء تحالف واسع النطاق حول هذه الموضوعات الرئيسية. ستعرض الجلسة الأولى تحت عنوان الجذور التاريخية للأمة الإريترية وأثرها في بناء الوطن، وستركز هذه المجموعة على الكيفية التي ساعدت من خلالها الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإريتري على بناء أمة إريترية، ووضع المفاهيم التي تتحقق من خلالها سيادة الأمة الإريترية ورعايتها حتى يتحقق الاستقلال. أما الجلسة الثانية ستبحث في الكشف عن المفارقات الواضحة في وجود أمة ذات سيادة تفتخر بجذورها التاريخية مقابل عمليات الاستقطاب الواضحة التي تشهدها الساحة السياسية الإريترية، وذلك تحت عنوان الأسباب الرئيسية لعمليات الاستقطاب الحالية. وستسلط هذه المجموعة الضوء على مصادر الاستقطاب الحالي، وتوضح العلاقة بين قيمنا الجوهرية وعمليات الاستقطاب التي نشهدها حاليا في حالة الإقرار بوجودها. والجلسة الثالثة سوف تبحث عن عملية التطور والتحول في إريتريا الحديثة وسياسة الهوية التي تعطل خطاباتنا السياسية الحالية تحت عنوان تحول مفهوم الأمة الإريترية إلى مفهوم السيادة الوطنية الإريترية. وستبني الجلسة الرابعة والأخيرة على أعمال الجلسات الثلاثة السابقة لها لتسلط بعض الضوء على سياسات الإقصاء من خلال الاحتفاء بوجود الأمة الإريترية وكيفية صون السيادة الوطنية الإريترية وتحقيق القفزة المطلوبة بالعمل المشترك تحت عنوان الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء الأمة. وستحدد هذه الندوة أيضا سبل تحقيق النقلة النوعية المطلوبة والبقاء معا طوال الطريق للوصول حتى نهاية المشوار. وفي الختام نود أن نشكركم جميعا على الوقت الذي خصصتموه لنا للمشاركة في هذه المناقشات الهامة والحيوية، ليس من أجل إنجاز التغيير فقط، بل أيضا لتحقيق وطن ديمقراطي مسالم والذي نتطلع إليه جميعا. من الواضح أن هناك المزيد مما ينبغي عمله لتحقيق كل تلك التطلعات، وتسلط ندوتنا المتواضعة هذه الضوء على القضايا الأساسية من خلال دعوة الخبراء المتخصصين وقدامى المناضلين وصناع السياسات والنشطاء البارزين الذين يكرسون جهودهم لفهم ومعالجة هذه القضايا بعمق. مرة أخرى نشكركم جميعا على مشاركتكم لنا في هذا الحدث التاريخي المهم، ودعونا نجعل من ندوة حركة الوفاق الإريترية 2023 معلما بارزا في تاريخ النضال من أجل إحداث تغيير حقيقي في بلادنا إريتريا التي نحبها جميعا. شكرا لكم جميعا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وليبارك الله إريتريا وشعبها. حركة الوفاق الإريترية 18 من مارس 2022، مدينة دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. وشكرا. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا
SNIT, National Harmony for People's Unity. Coalition building under the principles of national sovereignty based on Eritrean nationhood, Maunet. SNIT Symposium 2023, Keynote Speech, March 18th and 19th, 2023, Dallas, Texas, USA. On behalf of the Eritrean SNIT movement, also known as SNIT, I am pleased to welcome everyone to today's symposium on this gorgeous day of March 18th, 2023, in the beautiful city of Dallas, Texas, USA. The central theme of the symposium is Coalition Building under the Principles of National Sovereignty based on Eritrean nationhood. Thank you for being here, for taking part, and for lending your expertise on this important topic. SNIT, as an advocate for national harmony and unity, has gathered such an impressive and diverse group of keynote speakers and panelists who will address a range of timely and essential issues to contribute to the success of the ongoing coalition-building efforts undertaken by nationalist Eritreans in the diaspora to effect change in Eritrea. Before we officially open the symposium, let me provide some critical context to our symposium. Over the last 130 years, Eritrea has endured successive colonial invasions. Consequently, the sacrifices that Eritreans have made because of colonialism and their commitment to the struggle against different colonial powers have helped shape the collective national identity, strengthen the unity of all its citizens, and develop distinct patriotic sentiments. The 30-year armed struggle culminated in attaining independence from the last colonial power, Ethiopia, on May 24, 1991. Therefore, Eritrea asserted its legal sovereignty and was declared a member of the international community in 1993. Nevertheless, the people of Eritrea have yet to enjoy justice, freedom, and democracy. At this point, we reflect on the state of our nation and the opposition in the diaspora post the recent civil war in Ethiopia. We realize the urgent need to bring our collective effort toward the new socio-political reality. Therefore, it's prudent that the Eritrean justice seekers make the needed swift changes. At SNIT, we believe the new direction should be guided by our shared understanding of the challenges facing the nationhood and sovereignty of the people and the state of Eritrea. This in turn requires an all-inclusive approach, political will, bold leadership, a trust-building process, and national reconciliation measures among Eritreans both at home and in the diaspora. Equally important is, therefore, a substantial investment of resources shared by all the stakeholders, including Eritrean political organizations, civil society groups, human rights activists, religious scholars, media groups, intellectual elites, and individual activists. Failure to make these needed drastic and timely changes will be a missed opportunity for Eritrean justice seekers. The time to act is now. With that said, let me turn your attention to the symposium for this weekend. Let me give you a brief tour of the important topics discussed in the symposium, then highlight how each panel's individual topics are interrelated. The purpose of this is to help you follow the entire program easily. The speakers and panelists will explore various topics ranging from the roots of Eritrean nationhood, which was the seed for Eritrean sovereignty, and how we can build a broad coalition around this core foundation. The first panel will present the historical roots of the Eritrean nationhood and its impact on nation building. This panel will focus on how the foundation of Eritrean society, Eritrean nationhood, helped conceptualize, cultivate, and realize the sovereign nation
of Eritrea and its status after independence. The second panel will help us unlock the paradoxes of having a sovereign nation that prides itself on its roots of nationhood and apparent polarization in Eritrean politics under the topic, The Root Causes of the Current Polarization. The panel will highlight the sources of the current polarization and explain the correlation between our core foundation and the current polarization, if any. The third panel will walk us through modern Eritrea's evolution and transformation process and the identity politics that is disrupting our current political discourse under the topic, The Transformation of Eritrean Nationhood into Eritrean National Sovereignty. The fourth and last panel will draw on the works of all the other panels and shed some light on the shadows of politics of rejection to the path of celebrating and safeguarding our nationhood and our national sovereignty, and the needed paradigm shift to work together under the topic, The Path Towards Reconciliation and Nation Building. The panel will also outline the paradigm shift required beyond getting or staying together to working together to the finish line. In closing, I would like to thank you all for joining this meaningful discussion, which is vital not just for a change, but also for realizing a democratic and peaceful Eritrea, which we all aspire to achieve. There is more to be done to achieve those aspirations, but this symposium highlights the core issues by inviting subject matter experts, veterans, policymakers, and prominent activists dedicated to understanding and addressing these profound, entrenched issues. Once again, thank you for being part of this important event. Let's make the Senit Symposium 2023 an important milestone in the history of the struggle for real change in the country we all love, Eritrea. Thank you. Eternal glory to our martyrs. God bless Eritrea. كساب راس دميرة جدانو دكا